ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشوني قوي قوي من الفيديو اللي فات. طبعا كنت قايله لكم في الفيديو اللي فات اللي الحافظه اللي انا كنت فرشاها في الصاله. كنت كنت غسلاها يعني وكده ونشرتها. وقلت بقى ايه، اصحى من النوم كده اعمل لكم يعني روتين في الصاله وكده. اللهم صل على النبي. وهتكون هي نشفت، هي الحافظات دي بتنشف على طول يعني. لما بنيجي نغسلها بالليل يا دوب بيطلع عليها النهار كده بتنشف وخلاص، متاخدش وقت. فنبدأ كده الفيديو ونصلي على النبي ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كده طبعا نفضت كده الصالون تنفيضة كده حلوة، وعدلت بس البياضات اللي عليه وابتدوت ورتبت الحاجات اللي هي المخدات وكده. هنرتب بقى الصالون كله، وبعدين بقى نمسك بقى كده البار برضو نلمع الازاز بتاعه كده. وطبعا عشان خاطر اليومين دول في هوا بعفار فبتلاقيه على طول متطرب، فبيديكي شعور ان الشقة كلها متطربة. بقى هنلمع كده الازاز، ونلمع الازاز يعني بتاع المراية، والازاز اللي هو اللي على البار من فوق، ونرتب الحاجة كده وخلاص. بتاع اللي في ايدي دي كنت فاكراها ازازة الملمع، وفي الاخر طلعت انا كنت اصلا عاملة تركيبة كده اللي هي سنة كلوريكس الوان وخل وحبة وسنة صابون اللي هو البريل بتاع المواعين دوت ومية، وكانوا باقيين بقى فيها. فانا فكرت لان هي الملمع الازاز هي والبتاع دي لون واحد. فبعد ما خلصت اكتشفت ان هي مش ملمعة الازاز، بس كانت بتلمع والله، ملمعة مش يعني مش عاملة ترسبات ولا حاجة الحمد لله. هنا بقى برضو لمعت الترابيزة كده، وحطيت عليها البونبونيرة بتاعت الشوكولاتة والحاجات دي، ولمعت برضو المبردة. وبقى ايه، كنست كده الارض بتاعت الصالة بالمقشة كده، لميت التراب واي حاجة بقى كانت قدامي على الترابيزات على الحاجات ديت عايزة تتفضل، رحت ايه رميها في الارض كده، منديل حاجات كده عندي. رحت جايبة بقى الجاروف دوت، ولميت بقى التراب وكده، وجبت بقى الجردل بالشرشوبة ألمع الدنيا، ياخد بقى ايه الشرشوبة كده نص عصرة. امسح الاول بيها وارجع يعني اشطفها كده واعصرها عصرة كبيرة، يعني تكون معصورة من المية قوي علشان خاطر انشف بقى المرة اللي بعدها. اجيب كده من تحت الكنب كده ومن تحت الكراسي عشان يعني ايه طبعا العفار بينزل تحت الكراسي ومش سايبنا في حالنا، يعني انا قاعدة في الدور الخامس وبيوصل للعفار برضه. نجيب كده من تحت البار كده ومن تحت الترابيزة، وبمد الشرشوبة دي كده تحت النيش، واجيب برضو لمع من تحت النيش كده ومن تحت المبردة. وخلاص كده الصلاة بقت زي الفل. رحت مدخلة بقى، سبتها شوية نشفت، ورحت مدخلة بقى الحافظة على طول اهي، غسلتها وبقت زي الفل هي كمان. نفرشها كده وخلاص. طبعا كان كل حاجة بقى بلمها من الصالة كنت بدخلها كده في الطرقة. الغسيل ده كنت لسه لماه فقلت اطلعه ايه في الصالة نبقى نطبقه يعني واحنا قاعدين. والجردل دخلته في الحمام، كرسي الحمام، بتاعت العلاج دي دخلتها في الأوضة زي ما كانت مكانها، ودخلت الكرسي ده في أوضة الركنة، والعجلة بقى بتاعت يزونة والعجلة بتاعت السيد. نفضت برضو الحافظة اللي هي المشاية دي وكنست بقى كده الطرقة، لميت برضو العفار اللي فيها واي حاجة فيها كده.
الاوض بقى بتبقى رايقه وكده. ده كان يعني دوت روتين يوم الجمعه، بتبقى الاوض رايقه وكده، وعلى قد الصاله كده ايه، يعني ننضفها كده مكان ما كنا قاعدين وخلص على كده. هنا بقى دي كنت برضو مطلعاها على على السور بتاع البلكونه كده تتهوى. فرشتها كده، ديت اللي هي الجديده مع المشايه بتاعه الطرقه، يعني الحافظه بتاعه الصاله شبه المشايه دي اللي هي الاولى دي. اما اللي انا بفرشها دلوقتي دي شبه بتاعه الركنه. دول برضو كنت جايباهم قبل كده في يعني في العيد اللي فات، كانوا للصاله. فلما بجيب يعني كل مناسبه بجيب جديد في الصاله، وبسيب اللي هو اللي قبله في الاوض كده بقى. فرشت البتاعه دي اللي هي بتاعه الحمام ديت قدام باب الحمام كده، لان الحمام عندي ضيق فمش بياخد اللي هي المشايات كلها، فدي بحطها قدام الباب كده وخلاص. حاطه التانية قدام الغسالة كده وخلاص على كده. دخلت بقى اعمل الغدا. كنا بقى ايه شاربين، هو ما كانش فيه مواعين ولا حاجة بقى، كنت انا غسلاها مع نفسي، ودي بس كوبايتين قهوة مكان بعد الفطار وبتاع وخلاص على كده. صلى على النبي كتير يا جماعة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وندعي كده بفك الكرب لفلسطين، ربنا يفك الكرب يا رب ليهم. انا بعرفش اتكلم في الامور دي قوي، بس بجد يعني ايه، اللي هم فيه مش الدنيا كلها زعلانة عليهم يعني وكده. فربنا يفك الكرب يا رب عليهم يا رب، وعلى أمة محمد أجمعين. هنا بقى كنت جايبة فرخة مقطعوها كده، كنت لفها بملح، فقلت بقى اغسلها. قلت الفها كده بملح تاني واركنها بقى. بس هحط عليها بقى ميه، اول مره بلفها من غير ميه. دلوقتي بقى حطيت عليها ميه كده، وهعصر عليها ليمونه ولا حاجه وخلاص على كده. هنا بقى كان عندي طماطم في التلاجة، بقيت انقي منها الجامده احطها في المصفى اللي هي البنفسجي دي، واللي هي الطريه احطها في الطبق اللي هو في البوله اللي هي في الحوض، عشان اعمل منها التتبيله للفراخ، واعمل منها صلصه للمكرونه. منها ان هي مش هتبوظ، انا عندي صلصه في الفريزر، بس ايه اللي في الفريزر محفوظه يعني هتدنها زي ما هي. اما دي لو دنيتها يومين كمان في التلاجة مش هتنفع خالص، فنستعملها اللي في الفريزر مش هتخسر يعني. اما دي لو سبناها يومين كمان هتخسر معانا يعني. هنا بقى جبت بصلايه كده قشرتها، نحطها كده في الخلاط مع كام طماطمايه كده وكام فص توم ونحط البهارات بقى. البصل كان بصوا عميني مش قادرة اصلا افتح عينيا. قشرنا كام فص توم كده حطيناهم عليها، وقرن فلفل احمر كده كان حامي. الشطة دي كانت يعني ببقى اجيبها حامية، شطة اللي هي بيقولوا عليها شطة سوداني، بتبقى حر يعني، فببقى جايبة مثلا ممكن اجيب 2 كيلو ولا حاجة، اغسلها واصفيها في المصفى واحطها في الفريزر، واستعمل منها كده، اطلع منها مثلا وهي مجمدة كده واستعمل منها، بتبقى جميلة. ويعني الحاجة بتبقى تحت ايديا، لان انا طبعا معايا عيل صغيرة وكده، فما بعرفش انزل ان انا كل يوم اجيب حاجتي يعني، بجيب الحاجة وبتبقى تحت ايديا وقت ما انا ببقى عايزة. هنا بقى حطيت فلفل اسود ومكعب ماجي
وكمون وكزبرة وايه تاني وملح، وقشرت ليمونة كده وحطها زي ما هي، وسنة خل، وبس كده. ضربتهم بقى في الخلاط، نضربهم كده بقى في الخلاط ضربة حلوة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حطينا اهو سنة خل، هنا بقى بغسل الفراخ كده احطها في المصفى تتصفى من المية اللي هي فيها، وبعد كده بقى ايه اكون خلصت التتبيلة بقى، جهزت التتبيلة، اتبلهم على طول واسيبهم بقى على جنب عقبال ما يعني قبل ميعاد الاكل بشوية نبقى نحطهم في الفرن. هنا اهو بقشر الليمونة، هحطها زي ما هي. يعني الاول كنت اقطعها نصين كده واعصرها، قلت اقشرها عادي مش هيبقى فيها حاجة ان شاء الله. الليمون غالي بقى ولازم نستفيد بيها كلها. بدوق الحدق كده بتاعها، طلعت عايزة سنة ملح، حطيت لها سنة ملح كده بقى كده حدقها حلو. رحت بقى ايه حاطه بقى التتبيله على الفراخ كده، واتاكد ان هي داخله تحت الجلد كده وبين العظم كده وبعضه، عشان تبقى متبله من كل النواحي يعني. والصدر عشان بيبقى كبير كده فتحته فتحتين. وكده بقى حطيت كل بقيه التتبيله، حطيت معاها كمان علبه زبادي، وخلاص على كده نركنها بقى على جنب عقبال ما نلم الدنيا حوالينا كده. فين بقى اللايكات بتاعتكم يا جماعه؟ وفين الحاجات بتاعتي؟ دي حاجاتي، دي اللي هي الايه لايك والشير والكومنت والحاجات دي والسبسكرايب. انا عايزاكم كده ما تطنشونيش، خلينا اكمل كده وتدوني حماس بقى وتحمسوني ان انا اكمل وكده. وبجد في ناس كتير بتشجعني، واولهم امي فعلا بيشجعوني. فين النهارده مش نزلتي فيديو ليه؟ فين مش عارفه ايه. واهلي وناسي وحبايبي كلهم بيشجعوني، ايه النهارده ما نزلتش حاجه ليه؟ بس عايزه تشجيعات كتير كده، وعايزين نعمل عيله كبيره كده، يبقوا عيلتي التانية. فعايزه بقى من كل البلاد، مش من مصر بس ولا من الشرقيه بس، لا عايزه البلاد كلها كده تشوفني، ويبقى ليا من كل البلاد اهل وناس ومش عارفه اقول ايه اكتر من كده بجد. قلت بقى امسح البوتاجاز، هو كان نضيف بس مكان رده مكان العيش، قلت امسحه كده قبل ما اعمل عليه الاكل يعني. حطيت هنا كده حلة مية علشان خاطر ابتدى اسلق فيها المكرونة. حطيت فيها حبة ملح وحبة زيت، واسيبها تغلي بقى. سيبها بقى تغلي براحتها. رجعت لها وحطيت المكرونة، في توم كده في الصلاية دي فرمته مع قرن فلفل. وهنا بقطع الطماطم علشان خاطر المكرونة.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كده بقى بنفرم الطماطم، نفرمهم بقى فرمة حلوة كده عقبال ما المكرونة تتسلق. وضربنا نعمل بقى اللهم صل على النبي، نعمل سلطة الطحينة. طبعا عارفين بنحط الثوم والفلفل وحبة خل وحبة ملح وكمون وكزبرة ونلف بقى الايه الطحينة كده الاول، وبعد كده نفككها بحبة مية. مش عارفة اعمل بالمضرب حلو، لان طبعا انتوا عارفين ان ايديا مفتوحة، فمش عارفة اعمل بالمضرب حلو يعني. جبت بقى الشوكة كده ورجعت كده تاني عشان خاطر ما لاقيش فيها حتة متكتلة وبتاع، وبس كده قطعت عصرت عليها نص ليمونة وخلاص. هنا بقى اصفي المكرونة. صفيت المكرونة كده وشطفت الحلة وجبتها تاني بقى ايه اعمل فيها الصلصة. ناخد بقية حتة التوم بالفلفل كده ونشوحهم في حبة الزيت دول، وبعدين نحط معلقتين صلصة عشان بنحب المكرونة تكون صلصتها حمرا يعني. فحطينا معلقتين صلصة ونزلنا بقى بالطماطم، ونحط عليها البهارات كمون وكزبرة وفلفل اسود وحبة ملح، ونسيبها بقى تتسبك. وحطينا بقى الفراخ كده في الفرن ونسيبهم بقى براحتهم كده. الاكل جاهز وعملنا حبة سلطة وخلاص على كده. كده التسبيكة بتاعة المكرونة اتسبكت والفراخ في الفرن. هنطلعها دلوقتي ونسيب بس بحب المكرونة تتسب يعني ايه سيكة كده على النار هادية خالص مع الصلصة عشان تشرب من الصلصة يعني. هنا بقى الفراخ اهي طلعت. حد يعرف حد بتاع بوتاجازات حلو يا جماعة يعمل لي باب الفرن دوت، عشان بجد انا حاسة انه هيفرقع فيا في مرة. هنا طلعت الفراخ لقيتها لسه ما خدتش لون من الوش، ولعت لها الشواية. وهنا السلطة وسلطة الطحينة. وايه تاني؟ نطلع بقى كده الفراخ. ولعت عليها كده عشان خاطر ايه فيها ميه، الصلصه بتاعتها خفيفه، احنا بنحبها الصلصه بتاعتها تكون تقيله قوي. فقلت ايه نطلع كده الفراخ وهي تكون بخرت حبه الميه اللي في الصلصه دول وتبقى تقلت عقبال ما اغرف الاكل يعني وكده. نغرف بقى الفراخ اهي ونغرف المكرونه وكده بالهنا والشفا. تعالوا اتفضلوا معانا. باي.